سنة 1985 في مزرعة في إيسكس جنوب إنجلترا حصلت مجزرة لعيلة كاملة، عيلة من 5 أفراد. ورغم إن القضية محلولة والمتهم بقاله أكتر من 35 سنة في السجن بحكم نهائي، بس لغاية النهاردة القضية عليها خلاف كبير، وفي ناس كتير مقتنعة إن هو بريء. ده لأن القضية فيها تفاصيل كتير غريبة وغامضة. القصة بدأت يوم 7 أغسطس 85. استقبلت الشرطة مكالمة من شخص اسمه جيرمي بامبا بيستنجد بيهم وبيقول لهم يلحقوا باباه لأنه خايف عليه جدا، لأن باباه كلمه وهو مفزوع وقال له إن أخته شيلا عندها نوبة جنون وبتجري وراهم في البيت بالمسدس. وفي آخر المكالمة الخط اتقطع ومقدرش يوصل لباباه تاني، وطلب من البوليس إنه يساعده ويروح على البيت فورا لأنه خايف على باباه يكون جراله حاجة. وصل البوليس المزرعة وحاوط البيت من كل اتجاه، وكانت الدنيا هادية جدا، ومش عارفة ليه أخدوا وقت طويل عشان يدخلوا جوه البيت. حاولوا يستخدموا مكبرات الصوت عشان يكلموا الناس اللي جوه البيت وحد يرد عليهم. ما كانش فيه أي رد، وكل الأبواب كانت مقفولة ما عدا شباك واحد كان مفتوح، وهو اللي قدروا يدخلوا منه بعد حوالي ساعتين واقفين ومحاصرين البيت. بس بمجرد دخولهم البيت قابلوا بحر من الدم، وأول شخص لقوه هو الأب نيفل، اللي لقوه موجود في الدور الأرضي مضروب 8 رصاصات، 6 منهم في وشه. وفي الدور الأول لقوا جثة الأم جون عندها 61 سنة وكانت مضروبة بطلقة. وفي الأوضة اللي جنبها كانوا موجودين أحفادها، ولاد بنتها التوأم نيكولاس ودانيال كافال، وكانوا مضروبين بالنار، واحد 5 رصاصات والتاني 3 رصاصات. وفي الأوضة الأخيرة كانت موجودة شيلا أم الطفلين وأخت جيرمي اللي بلغ عنها إن هي عندها نوبة عصبية وبتجري وراهم في البيت بالمسدس. لما لقوا شيلا كانت جثة مضروبة رصاصتين في دقنها ورقبتها وماسكة المسدس في إيديها، وواضح إنها انتحرت. عينوا البيت وما كانش فيه أي حاجة غريبة. الأب نيفل هو الوحيد اللي كان عنده خرابيش وعلامات مقاومة، لكن الباقيين مفيش أي علامات. التقرير قال إن الطفلين اتقتلوا وهم نايمين، وانتشر الخبر اللي كان صدمة لكل اللي حواليهم. شيلا قتلت كل عيلتها وبعدين انتحرت. عيلتها كان الكل بيحترمها، سمعتهم كويسة جدا ومحبوبين ودايما الناس شايفاهم مثاليين. جيرمي حكى للبوليس الأسرار اللي محدش يعرفها عن عيلتهم. مين هي عيلة بامبر؟ الأب نيفل كان طيار سابق في الجيش، اشتغل في القضاء لفترة وبعد كده اشتغل في مزرعته، وكان عنده شركة لها علاقة بالمنتجات الزراعية، وكان شخص اجتماعي جدا ومحبوب عكس جون مراته اللي كانت هادية وانطوائية جدا، والاتنين كانوا متدينين بيروحوا الكنيسة باستمرار. لكن جون كانت متشددة جدا وكانت بتشوف ان اي حد مش متدين من وجهة نظرها مش مفروض يتعاملوا معاه. لما جيرمي وشيلا كانوا صغيرين مرت بحالة اكتئاب حاد ودخلت مستشفى الأمراض النفسية مرتين. أما شيلا فحكى جيرمي إن حياتها كانت صعبة جدا وكانت مريضة عقلية، دخلت مستشفى للأمراض العقلية قبل كده مرتين واتشخصت بأكتر من مرض عقلي، منهم الفصام، وإن هي أدمنت المهدئات وبعدها الممنوعات. مرت بمشاكل كتير، علاقتها بمامتها كانت وحشة جدا من أول سن المراهقة لما اكتشفت مامتها إن هي على علاقة بشخص وإن هي حامل منه، وأجبرتها على الإجهاض لأنهم مش متجوزين. وبعد سنين اتجوزت من الشخص اللي مرتبطة بيه، وبدأت تعاني من إن الحمل مش بيكمل ودايما أطفالها بيموتوا قبل الولادة بشوية. وبعد ما الحمل كمل وجابت ولادها التوأم، بعد 5 شهور بس من الولادة اكتشفت خيانة جوزها واتطلقت منه، وبعدها اندمجت مع شيلة الفاسدة وأدمنت الممنوعات وحالتها الصحية كانت بتتأخر. وبعد سنين ودت ولادها لباباهم يعيشوا معاه، وكانوا بيزوروها في الأجازات وآخر الأسبوع، ومن ضمن الأجازات كانت الزيارة الأخيرة يوم 6 أغسطس. نيفال وجون كانوا عاملين عزومة عشاء يجمعوا فيها العيلة، واتجمعت كل العيلة على العشاء ليلة الجريمة. وفي التحقيقات سألوا المساعدة بتاعتهم في البيت إذا كان في أي حاجة غريبة يوميها، فقالت إن كل حاجة كانت عادية ما عدا حاجة واحدة. حكت إن نيفال وجون عرضوا على شيلا إنها تعرض ولادها للتبني، بس مش التبني الكامل، يعني إن يبقى فيه أسرة تانية بترعاهم معاها، وإن هي اتضايقت جدا من الاقتراح ده. ولما سألوا جيرمي قال إنه حصل فعلا بس ما كانش فيه أي خلاف، وإن هما كملوا العشاء عادي، وعلى الساعة 9 هو مشي، وشيلا وولادها فضلوا لأنهم كانوا هيباتوا معاهم ويقضوا بقية الأسبوع معاهم.
وقال جيرمي إن واضح إن أخته كانت حالتها اتطورت مع إدمانها للممنوعات، وإن هي كانت لازم ترجع المستشفى تاني قبل ما تقتل كل عيلته اللي بيحبها وتنتحر. وكان منهار جدا، وده خلى البوليس كان متعاطف معاه جدا، ونظفوا البيت بنفسهم وحرقوا كل المراتب الموجودة وكل العفش وكل حاجة ليها علاقة بالدم والجريمة. البوليس في الوقت ده مش محتاج أدلة ولا تحريات أكتر من كده، والبيت خلاص ما بقاش مسرح جريمة، وتسلم لجيرمي لغاية ما جت نقطة التحول اللي غيرت كل حاجة. في يوم اتفق جيرمي وعيلته ان هما يتقابلوا في البيت عشان يحضروا للجنازة، ومن ضمن العيلة ابن عمه ديفيد اللي قرر يكون معاه أطول وقت ممكن في البيت عشان ما يسيبوش لوحده. المهم ديفيد كان بيلف كده في البيت لغاية ما لقى في مخزن في البدروم كاتم للرصاص اللي بيحطوه على المسدسات عشان يكتموا الصوت العالي للرصاص، والملفت انه كان عليه آثار دم. وفورا بلغ البوليس. لما حللوا آثار الدم اللي موجودة لقوا ان الدم يخص شيلا. لو هي قتلتهم كلهم وانتحرت، يبقى مين اللي اخد كاتم الصوت ونزله تحت في المخزن؟ غير ان هم لقوا ان لو كاتم الصوت كان متركب فوق سلاح الجريمة، ايديها لا يمكن تطول انها تمسك السلاح وتوجهه لدقنها بالشكل اللي حصل. وبدأ البوليس يحط احتمال ان شيلا تكون واحدة من الضحايا مش هي الجاني. وبدأت نظريات جديدة وانتشر الكلام في المدينة ان جيرمي ممكن يكون هو اللي اتخلص من عيلته كلها علشان يورث الثروة كلها لوحده، وانه فكر انه لما يكشف سر مرض اخته العقلي اللي في الوقت ده ما كانش حد يعرف عنه حاجة، كل الناس والبوليس هيصدقوا بسهولة ان هي اللي عملت الجريمة. والبوليس فعلا حقق معاه، بس ما كانش فيه أدلة عليه. هما واجهوه انهم لقوا بصماته على كاتم الصوت، بس كمان بصمات شيلا كان موجودة على نفس كاتم الصوت، بس اكيد ان هي مش هتنزل وهي مقتولة وتحطه تحت في المخزن. لكن لان السلاح ده اصلا كان بتاع جيرمي، كان متعود يستخدمه لانه كان بيطلع رحلات صيد ارانب هو وباباه، وقال ان في ليلة الجريمة كان محضره ومليه بالرصاص لانهم كانوا ناويين يطلعوا رحلة صيد تاني يوم. وشهدوا شهود من عمال المزرعة انه خرج من البيت الساعة 9 بعد العشاء ومحدش شافه ورجع تاني. وانتهى التحقيق وخرج جيرمي يحضر للجنازة. جنازة مزرعة البيت الأبيض كانت كلها إعلام وتصوير وصحفيين، وفضلت عيون البوليس والناس عليه، واللي فيه منهم قال إنه كان بيمثل، كان بينهار زيادة عن اللزوم وقت ما الكاميرات عليه وما يبقاش قادر يقف، وأول ما التصوير يقف كان بيبقى إنسان عادي ومتماسك وبيضحك كمان. لأن ما كانش فيه دليل عليه، وكل ده كان شكوك ونظريات عند الناس، كل حاجة مشيت طبيعي لغاية ما جه للبوليس مكالمة من جولي. جولي هي صاحبته اللي كان مرتبط بيها لسنين. قالت للبوليس ان ما عندهاش دليل، بس عندها شكوك كبيرة ان جيرمي هو اللي قتل عيلته. قالت انه دفع لشخص غريب مبلغ كبير 2000 جنيه استرليني قبل حفلة العشاء الأخيرة، وان جيرمي عارف كويس ان واحد من الشبابيك الخلفية للبيت بايظ وممكن اي حد يدخل منه. كمان قالت انه كان بقاله سنين بيهزر هزار غريب، وكان دايما يقول لهم ان باباه هيعجز ويموت ومامته هتتجنن وهو هيبقى وارث كل حاجة والكل في الكل. لما واجهوا جيرمي بكلامها اللي ما قدروش يثبتوا حاجة منه، قال لهم ان هي سابته لانها اكتشفت خيانته، وان هي بتنتقم منه، وانها لما اكتشفت خيانته كانت زي المجنونة وكسرت ازاز البيت وحاولت تضربه بجزء من الازاز المكسور، وقدر في اخر لحظة يمسك ايدها. المرة دي البوليس سابه وهو عنده شكوك كبيرة ان هو فعلا القاتل، خصوصا بعد ما خرج من عندهم على رحلة عشان يصيف في واحدة من شواطئ اوروبا. وبدأوا يعملوا تحريات عنه، واكتشفوا مفاجآت غريبة ما حكاش عنها جيرمي وهو بيحكي لهم عن اسرار العيلة اللي محدش يعرفها. نيفل وجون مش هما الاب والام الحقيقيين لجيرمي. جيرمي كان ابنهم بالتبني، ودي ما كانتش حاجة بسطة جيرمي، بالعكس كان عنده عقدة كبيرة من الموضوع ده. ومش بس جيرمي، شيلا كمان كانت بنتهم بالتبني من عيلة تانية خالص، وما كانش فيه أي صلة قرابة بينها وبين جيرمي. نيفال وجون وهم صغيرين ما كانوش بيجيبوا أطفال، وقرروا إن هم يتبنوا طفل عن طريق الكنيسة. في الأول اتبنوا شيلا وهي عندها أسبوعين بس. باباها ومامتها كانوا 2 مراهقين جابوها في علاقة عابرة وكانوا لسه صغيرين قوي، عرضوها للتبني في الكنيسة. وبعد 4 سنين قرر نيفال وجون ان هم يكبروا العيلة ويتبنوا طفل كمان ويروحوا كلهم ويتنقلوا في البيت الابيض اللي في المزرعة، واتبنوا جيرمي اللي بيقال ان مامته اضطرت تعرضه للتبني بعد ما خلفته من علاقة غير شرعية، خانت جوزها مع واحد من قرايبه.
وهم أطفال جون كانت بتتعالج عند دكتور نفسي، وكانت متضايقة جدا من شيلا، وكانت حاسة انها طفلة مش كويسة، ودايما تقول لها ان هي بنت الشيطان. نفس الكلام اللي كانت بتقوله شيلا عن ولادها للدكتور، لان شيلا كانت بتعاني من امراض عقلية مزمنة، ولما كبرت في مراهقتها دخلت المستشفى اكتر من مرة. اما جيرمي فكان طفل بيعمل مشاكل كتير. نيفال كان بيحبهم جدا زي ولاده، وكان مهتم بيهم، دخلهم احسن المدارس. كان بيحاول يعالج شيلا، وكان بيحاول يعدل من سلوك جيرمي اللي كان وحش جدا. ولما لقى ان جون تعبت دخل جيرمي مدرسة داخلية من اكبر المدارس في انجلترا. وهناك جيرمي قال لواحد من اصحابه السر اللي مضايقه في حياته، انه مش الابن الحقيقي لعيلة بامبر. كانوا مراهقين، والولد راح قال للمدرسة كلها، اللي تنمروا عليه وضايقوه وبدأوا يعايروه كل شوية انه مش ابن العيلة الحقيقي، وان عيلته عيلة مش كويسة. سلوكه بقى أسوأ وبقى عدواني أكتر، وكان دايما يقول لشيلا إن هي مريضة، وإن آخرتها هتعرض ولادها للتبني، وهيبقى عندهم نفس المصير وهيعانوا نفس المعاناة. وفضل نيفال يحاول معاه لغاية ما دخل الجامعة. وقتها جابله عربية واداله أسهم في شركته، وجابله كوخ زي ما كان عايز جنب المزرعة، لأن جيرمي اتغير وبقت شخصيته كويسة ووثق في نفسه، وكان شاب وسيم وغني، أو ده اللي كان باين وقتها. واكتشف البوليس إن جيرمي أحيانا كان بيستخدم العجلة عشان يروح من الكوخ لبيت أهله في المزرعة اللي كان قريب جدا. وشكوا إن ده اللي حصل فعلا يوم الجريمة. بعد ما روح بعد العشاء رجع تاني وهو راكب العجلة من غير ما حد يحس بيه، ودخل من الشباك المكسور في نص الليل، لأنهم لما عينوا تاني لقوا إن سلاح الجريمة دخل من الشباك المكسور، في آثار ليه موجودة على الشباك، وإنه غالبا ما كانش موجود في البيت ولا حاجة. لاحظوا كمان من صور مسرح الجريمة إن رغم إن الدم كان في كل مكان، رجلين شيلا من تحت ما كانش فيها أي آثار دم. وكمان ملقوش أي دليل على وجود المكالمة اللي بيدعي جيرمي إنها حصلت من باباه يستنجد بيه، غير إن هو على الرغم من إنه قريب جدا من المزرعة البوليس وصل قبله. بمجرد وصول جيرمي من السفر اتقبض عليه، واتقدم للمحاكمة بعدها بسنة في أغسطس 86 بتهمة قتل 5 أشخاص. في المحكمة الدفاع قدم شهود على إن شيلا وجون اتخانقوا على العشاء، وإن جون اتهمتها بإن هي أم مش كويسة وما ينفعش تربي ولادها، وإنها لازم تعرضهم للتبني، وإن دي كانت حاجة بتضايق شيلا جدا. غير إن شيلا مثبت إن هي مريضة فصام، وإنها قالت أكتر من مرة إن هي عايزة تتخلص من حياتها وحياة أولادها. الدفاع قال كمان ازاي جيرمي هيقدر يضرب شيلا بالنار في الوضع ده تحت دقنها، انه صعب جدا انه يقدر يعمل كده، وانه لو كان عايز يبينها انتحار كان ممكن يضربها في راسها، وان من الواضح ان كلهم اتقتلوا وهم نايمين ما عدا شيلا ونيفال، لانه كان تحت، فهي قتلته الاول وبعدين طلعت ضربتهم بالنار كلهم في سرايرهم وبعدين انتحرت. لكن اتقال نظرية تانية ان يمكن كانت متخدرة وهو ضربها وهي نايمة علشان تبان منتحرة. واقوى نقطة عند الدفاع كان توقيت موت شيلا. تقرير الطب الشرعي بين ان شيلا ماتت اخر واحدة، وان هي ماتت بعدهم بفترة، وتوقيت موتها معناه ان هي وقت ما ماتت كان البوليس فعلا بره ومحاصر البيت، وطبعا جيرمي كان معاهم، بس واضح ان ده ما كانش دليل دقيق بالنسبة للمحكمة. المهم انه في الاخر اتحكم عليه انه مذنب، وخد 5 احكام سجن مدى الحياة بتهمة قتل ال5 افراد. جيرمي لغاية دلوقتي مسجون، ولغاية دلوقتي بينكر وبيطلب منهم ان هو يثبت براءته. عادة في الثمانينات كانوا بيجمعوا عينات من مسرح الجريمة عشان لما يتقدم الطب الشرعي والدي ان ايه يقدروا ياخدوا معلومات، لكن في القضية دي بالذات ما جمعوش اي حاجة. واضح ان هم كانوا معتبرينها انتحار، وما احتفظوش بأي أدلة ولا حتى بصمات، رغم ان ادلة كتير ضده. بس ناس كتير متعاطفة معاه ومصدقة انه بريء، وبيقولوا ان في سر في الموضوع يخص شيلا.